السلام الخوت، نهار سعيد اليوم ان شاء الله. ربي يسهل عليكم. نكملوا اليوم القصه ديالنا ديال قصتي مع الجن. وقفنا في القصه ديالنا البارح. قلنا مشات تاكل الخبز بحال ما كلاتش هادي 50 عام. المهم الاستغراب خيم على الدار ديك الليله. كلشي كيشوف فيها وما عارفينش مع من كنتعاملوا، ولكن كلشي كان كيتكلم معاها بحال الا ما طاري والو، واخا علامات الاستغراب باينين على كل واحد فينا. المهم جا الوالد مع ديك ال11 ديال الليل من الخدمه ديالو. يلا دخل وهي تشوف فيه بواحد الشوفه ديال الحقد، وقالت ليه انت ما كنحملكش. بدا كيضحك، قال لها سيري تنعسي احسن ما نجي نعسك بشي طرشه. هو قالها ليها من باب الضحك، وهي بغات تلصق فيه، كتقول ليه واجي جرب باش نخرج عليك. بقى كيضحك ودخل بحاله لبيتو، هو يتبعو داك خالي اللي كان معانا، وبينا عاود لي كل شيء. المهم الوالد كان عيان، مشاو تكا ما تسوق لوالو. حسيت بيه بحال الا جاه داكشي عادي. المهم ضربت ديك 12 ونص ديال الليل. قالت الوالده باللي خاصنا نعسو، كل واحد يشد بلاصتو. خالتي طبعا كتبات معانا في بيتنا، انا وخويا الصغير وخالاتي الاخرين، وخالي قرر باش يباتوا معانا تحسبا لشي حاجة ماشي هي هذيك. المهم هو ما نعسو في الصالة ديك الليلة صافي، كلشي نعس وحتى خالتي اللي تسكنات نعسات، وانا ناعس في الناموسية اللي حداها. وبديت كنحس كتشدني الخلعة شوية بشوية. حاولت نعس ولكن والو. جوج ساعات وانا كنتقلب، عاد غفلت شوية. وانا كنحل عينيا لقيت باللي النهار بدا كيطلع شويه بشويه. اقسم بالله كنعاود ليكم دابا والتبوريشه شداتني. شفت جوج من خالاتي، وحده ناعسه حدايا والاخرى واقفه كتشوف فيا. ايوا ديك الساعه شفت جوج من خالتي، وحده ناعسه حدايا والاخرى واقفه كتشوف فيا وكتضحك. انا في ديك اللحظه حسيت باللي صافي قلبي غادي يوقف. شدني واحد البرد غريب. بديت كنقرا القران، وبديت كنحس راسي وديت كنغطي راسي بالمانطا وحلقي نشف، وكنعض يدي تحت المانطا باش نتاكد واش حلم ولا هادشي بصح. وكنطلع شويه تحت المانطا وكنلقى باقا كنشوفها وكتضحك. بغيت نتسطى شويه وهو يأذن الفجر. حسيت بواحد الامان غريب. طليت مره اخرى ما لقيتهاش، لقيت غير خالتي اللي ناعسه حدايا عادي. انا في ديك اللحظه حسيت براسي عييت والارهاق شدني حيت المدرسه. وعاود ملي جيت من المدرسه طلعنا لديك المدرسة المهجورة، وداك الشي كله كان عامل باش غفلت. حتى حسيت بالوالدة كتفيقني مع التسعود، كتقول لي يا نوض تمشي للمدرسة. مشيت للمدرسة وبالي مشتت، كنفكر غير في داك الشي اللي وقع ليا البارح في الليل. دخلت للقسم وباقي مرفوع بنادم كيدوي معايا. ما عارفش شنو اللي واقع ليا، واش كيقولوا. غير كنحرك راسي وصافي. دخل الاستاذ والله ما حسيت بيه فوقاش دخل، داير يدي على خدي وساهي كنفكر. كنقول دابا داكشي اللي وقع ليا غنكون غير حلمت. كنبغي نصبر راسي، زعما كنقول مستحيل يكون حلم. وانا يدي عييت نعض فيها ومتاكد بلي داكشي ديال بصح. المهم عييت نتساءل حتى كنسمع الصوت ديال الاستاذ كيغوت بالجهد. قفزت من بلاصتي، قال لي مالك ما كتسمعش؟ قلت لي اسمح لي الاستاذ عيان شويه وبالي ماشي معايا. المهم دازت ديك جوج سوايع بخير. خرجت بحالي من المدرسه، شديت طاكسي، طلعت للدار. لقيت الوالده وخالاتي كيهضروا مع خالتي، كيحاولوا يقنعوها باش تخرج معاهم. كيقولوا لها نمشيو دويره ونرجعوا، وهما ناويين يديوها لداك الفقيه اللي في المضيق. المهم قنعوها باش تمشي معاهم، وانا ما بغاوش يديوني معاهم. قالوا لي بقى مع اخوك الصغير راه غادي يبقى بوحدو. المهم بقينا انا وخويا الصغير. مع ديك الربعه كنسمع الصوت ديال لانطريفون. قلت شكون؟ وهي تقول لي الوليده فتحت ليها.
طلعوا كاملين والوضع عادي. جبت على خالتي الكبيرة، قلت لها شنو وقع. قالت لي بلي داك الفقيه مسافر شي 3 ايام عاد يرجع. صافي الامور بقات هكاك، وخالتي الصغيره اللي تسكنات لحد الان ما دارت حتى حاجه غير عاديه، كتصرف عادي، لكن كل شي داير بحساب ليها. وشويه جاتني في بالي نقول الوالده داكشي اللي شفت البارح، لكن فكرت باللي راه ما غتضيقنيش طبعا، وخليت داكشي عندي. صافي بقات الامور هكاك حتى لديك 8 ديال الليل. خالتي خالاتي كلهم مشاو، وخالي حتى هو، بقينا غير انا وخالتي وخويا الصغير وخالتي الصغيره والوالده. والوالد اللي خدام كيجي حتى ل 11 ديال الليل اولا 12. المهم ضربات ديك 9:30 الوالده كتشغل التلفازه وشعل معاها القرآن. خالتي قالت طفيه، الوالدة قالت لا لا ما غنطفيهش، وبدا ما عاجبك واذا ما عاجبك حال ضربي راسك مع الحيط. حيت عندي الوالدة المسائل بحال هادو ما كتخافش منهم. ما علينا. خالتي ملي سمعاتها قالت هكاك سدات على ودنيها وبدات كتقول لها طفي طفي. والو الوالده كتزيد في الصوت وهي طيح وبدات كتركل. الوالده شدات ليها في راسها وبدات كتقرا عليها آية الكرسي وكتعاودها. انا ما عرفت ما ندير، غير كنشوف بعينيا. المهم بدات تقرا تقرا حتى تهدنات وبقات ناعسه. هزيناها انا والوالده وديناها لبلاصتها، وبقات هكاك مهدنا شويه. بشي ساعه موراها مع ديك الجويه ديال 10:30 فقط قالت باللي خاصها تعطي لشي وحدين يشربوا. كنقولوا ليها شكون هما هادو؟ كتقول لينا صحابي فيهم العطش، غادي نهبط نعطيهم يشربوا في الكراج ديال الدار. والو سدات عليها الوالده الباب ديال الدار وخلاتها كتغوت غب وحدها حتى نعسات. المهم جا الوالد مع ديك 12 لقى كل شي عادي. قال لينا ما وقع والو، كل شي مزيان. قلنا ليه باللي راها شويه دابا وراها نعسات. صافي الوالده قالت لي انا وخويا الصغير مشيو تنعسوا، لكن قررنا انا وخويا الصغير ما نعسوش معاها. نعسنا انا وياه في الصاله، حيت ما خاصنيش نشوف شي حاجه اللي غادا تخليني فايق وانا قاري مع 8 ديال الصباح لا غد ليه. المهم نعسنا حتى حسيت بالوالده كتفيقني مع 8. فطرت ولبست حوايجي ومشيت للمدرسه. تلاقيت مع صحابي تلاقيت انا وصحابي الخوت. ما كنبغيش نطول عليكم بزاف في الفيديوهات. انا غنحبس لهنايا هذا الجزء الثاني ديال القصه. الا حبيتوا تكملوا معايا الجزء الثالث انا راه غنقول لكم غدا ان شاء الله. الجزء الاول رانا حاطه على جا شي حد وتفرج على الجزء الثاني نيشان. الجزء الاول راه غتلقاه، الجزء الثاني هو هذا، الجزء الثالث غنلوحو له غد لي ان شاء الله. ليله سعيده الاخوان، رمضان كريم عليكم، والله يسهلها على الجميع. امنيه وحده عندي، الا كنتي تفرجتي على الفيديو وعجبك دير لي اعجاب، لايك، تفعيل الجرس، اشتراك في القناه باش ملي نلوح الجزء الاخر حتى هو تسمع ليه. الخوت الله يسهلها عليكم. سمحوا لي الا كنت كنطول عليكم شويه، سمحوا لي الا كنت كنغلط في الكلمات حيت داكشي كنكون كاتباه. الله يعاونكم الخوت، تصبحوا على خير.